السلام عليكم. دول 7 صحابي، انا حابب اكلمك عنهم من باب ان انت تقول الحمد لله على صحابك، او تقول الحمد لله عامة. مش هتخسرك حاجة، بالعكس برضه. ده اللي في الصورة ده عمر عصام. عمر بالنسبة له صحوبيتنا كتمانية هي اهم حاجة في حياته، بعد شغله ومستقبله وخطيبته، اهله وناسه وحبايبه وقرايبه، جيرانه ونسايبه ومعارفه، ماتشات الاهلي، عيلة العصاري، ابتسامة راجل عجوز في السيدة عيشة، كارت الفكة العشرة بحداشر، عربيات الهاتشباك. يعني بعد كل ده بتيجي صحوبيتنا. يعني ما بيديناش تقريبا غير على نشرة الأخبار بس. لا، لو النشرة شغالة عمر يسيبها وينزل عادي، لأنه فعلا بيحبنا. دايما كنت أقول لعمر كده: ينعل أبو التنسيق اللي عرفني عليك، لأن فعلا هو لولا التنسيق أنت ما كنتش هتبقى معرفة عد، مش صاحب، لا، ما كناش هنتقابل، ما كنتش هعمل لك اكسبت لو بعت لي اد. عمر على رغم كل ده في ميزه حلوه قوي، ان هو اكتر واحد في صحابي انا ممكن اتمنه على اي سر، لان عمري ما قلت له سر وخرجه بره مصر. حقيقي انا بقول لعمر السر، وعارف ان اهل بابل ما حدش هيشم خبر عن اللي انا قلته ده. وعمر كمان في حاجه حلوه قوي، ان هو لما بيعرف ان احنا مثلا التمانية في اتنين مننا زعلانين من بعض او ما بيتكلموش، بيفرح جدا. وخلاص الازمه مش هم قطعوا، خلاص الحمد لله. اصل ما فيش مشكله، احنا تمانية، اتنين قطعوا مع بعض، فكل واحد فيهم ما بقاش ليه غير ستة في الدنيا. طب ما ستة ده عدد يا جماعه، ما خلاص نجبر الناس ليه؟ فهو عمر بالنسبه له البني ادم بيعيش مره واحده، فالحياه اصلا ابسط من ان هو يعيشها جدع. ما يعيشها، ده لو عرف يعيشها. فهسيب لكم الاكونت بتاع عمر، خشوا اشتموه، بجد والله جايز يرجع لعقله يعني. ده بقى اللي في الصوره ده صلاح محمد، ده فاكهه الشله بقى، هتلاقيه ما بيظهرش غير موسم واحد بس. يعني هو بيطلع في الربيع. طب باقي السنه صلاح فين؟ مش اوانه. طب حد كلمه؟ مش عارفين نوصل. بني ادم موسوس مقرف، هو بيشكك في كل حاجه حواليه. يعني حتى الاماكن اللي بيتردد عليها هو مش بيروح، هو بيتردد. دي مدينه نصر؟ مين قال ان دي مدينه نصر؟ ممكن تكون مش مدينه نصر، تكون مدينه السلام. يا ابني هي مدينه نصر طيبه مول اهو. مين قال ان دي طيبه؟ ممكن يبقى خبز او لقم، بس هو عامل ان دي طيبه. لكن دي يا جماعه مش ده اول مكرم. انا حاسس ان كان في مكرم قبل ده. ده مش، لا لا لا، في حاجه. فانسان قذر. هسيب لكم برضو الاكونت بتاعه، خشوا دوسوا على وشه، يعني ما حدش يخاف اجرحوه. انا اللي بقول لكم هسيب لكم الاكونت بتاعه، اعمل له منشن. ده اللي في الصوره ده بقى، ده حازم احمد. حازم مشكلتي معاه بس ان هو صوته عالي قوي. مش في الحق، صوته عالي عامه. في الحق بقى، في الباطل، في الساونا اللي الناس مش قادره تاخد نفسها فيها، حازم صوته عالي جدا جوه. حازم لما مثلا بيوشوش حد في رمسيس، اللي في عبد المنعم رياض بيبقوا عارفين اللي اتقال بالحرف، من غير بقى لف ودوران وكل. احنا سمعنا، احنا حسينا بحازم، احنا سمعنا احساسه اللي هو اصلا شيء داخلي. حازم احساسه احنا بنسمعه، بنبقى عارفين هو حاسس بايه. بس بعيدا عن كل ده، لان دي حاجه عاديه تعدي يعني، حازم بجد من اجدع الناس والله. يعني حازم لو احتاجته في اي وقت هتلاقيه. عنده شغل الصبح فحاول تحتاجه في الويك اند، هتلاقيه مع زميلته فحاول تحتاجه اخر السنه، هتلاقي عنده جرد، فلو احتجت حاجه كلمنا انا. ده بالنسبه لحازم. مش هسيب لكم الاكونت بتاعه، هسيب لكم عنوان شغله، روحوا اعملوا له فضيحه هناك. ده بقى اللي في الصوره ده فادي فخري بقى. ده بجد بيحبنا جدا من قلبه يعني، حقيقي. بيخاف على صحبتنا بجد بعيدا عن عمر. هو مشكلته الوحيده معانا بس ان احنا ما فيناش راجل. يعني هو بيحبنا قوي، بس لو كان فينا راجل واحد حتى كانت فرقت معاه جدا، لكن هو احنا ما فيناش راجل. سالناه نعمل ايه طيب عشان نبقى رجاله، قال لنا لو فيكوا راجل كنت قلت له. فهو معجزنا جدا. فانا مش هسيب لكم الاكونت بتاعه لانه غشيم قوي. انا هسيب لكم وقت تفكروا احنا ممكن نعمل ايه عشان نبقى رجاله بالنسبه له، لان هو فعلا راجل معانا. يعني فادي قبل كده بجد والله هو ضحى بنفسه، مات عشان خاطر واحد صاحبنا في بابجي طبعا. في الحقيقه اكيد هو بنفس الجدعنه، بس احنا مش عارفين نقعد معاه لانه مش مسترجلنا. فاحنا اكيد لو قعدنا معاه نكتشف انه كده في الحياه برضه، بس احنا فاهم حضرتك المعادله. ده بقى اللي في الصوره ده مصطفى اوكا. ده هداف الشله. ده كل يوم بيصحى الصبح عنده هدف. ومش هدف عادي اللي هو عايز ابقى غني، عايز ابقى مشهور، عايز درجه علميه معينه. لا، هو بيصحى عنده هدف. يعني بيجي مثلا عايز يبقى مدرب سكواش. طب انت لعبت سكواش قبل كده؟ انا مش هلعب، هدرب. بقول لكم يا جماعه، حد عنده كلمه حلوه تشجعني اتفضل، ما عندكش كلمه حلوه اتفضل. فهو بينام بقى الاربع، مفروض مدرب سكواش صاعد، بيصحى الخميس عايز يبقى مرشد سياحي، ينام الخميس مرشد سياحي، يصحى الجمعه عايز يبقى مرشد مع الحكومه، ينام مرشد مع الحكومه عايز يبقى فدي حياته. فهسيب لكم الاكونت بتاعه، خشوا اتكلموا معاه بالعقل، ما حدش يشتمه يا جماعه، جايز تعرفوا تعملوا اللي احنا ما عرفناش نعمله. ده بقى عز جمال. ده الفلاح الذي لم تلوثه المدينه. بني ادم فلاح بسيط. حازم انا كنت بكلمكم ان الحياه بالنسبه له مشاغل، هو مسحول هنا عز بالنسبه له الحياه مشاكل. هو في مشاكل من 2007 ما بتخلص. مشكلتنا بقى احنا معاه ان فعلا مشاكله مش محتاجه اصحاب جدعان. يعني هي مشاكله اللي هو بيحكيها دي عايزه يا المحافظ، يا حد من شيوخ الازهر، عضو مجلس شورى مثلا. احنا مش يعني بنفس خبرتك في نفس سنك مش هنعرف نحل لك اللي انت بتتكلم فيه ده. فانا هسيب لكم الاكونت بتاعه، خشوا ساعدوه بقى. ده يعني خشوا لو حد عنده فكره او عنده واسطه يتكلم معاه، ما حدش يشتمه يا جماعه. ده بقى احمد سيد. احمد سيد اكبرنا سنا، اطيب الناس فينا. احمد سيد
بالنسبه له ممكن يسمع هشام عباس بس ما يسمعش نصيحه حد فينا. حقيقي. حاولنا نتكلم معاه كتير، هو مش برضه مش شايفنا كلنا عيال صغيره بالنسبه له، فهو ما بيسمعناش خالص، مع ان احنا دايما بنسمعه، ومش في عز ما هو متضايق، احنا دايما بنسمعه في عز ما هو باعت فويس نوت 14 دقيقه، والله العظيم ما بهزر. والفويس نوت ده اصلا ما فيهوش حاجه بيوجهها لنا، هم 4 جمل متقسمين على 14 دقيقه. الباقي بقى بيبقى فيه مشكله بيتعاتب فيها هو ووالدته، مشكله قديمه جدا، بيتكلموا فيها وبيحاولوا يصفوا اللي بينهم لان امه ما يقدرش يزعل منها، وفي واحد صاحبه بيعدي عليه يفتكروا ذكريات، كل ده الفويس نوت شغال، يفتكروا ذكريات ابتدائي، يتكلموا مع بعض شويه، ينزلوا ينام شويه، يصحى يجيب التموين، الفويس نوت شغال، يصحى ينزل يجيب التموين. بعد ما يجيب التموين بيبدأ يعمل وجبة يحافظ بيها على الفورمة، بيعمل اللي عليه تجاه قرايبه في البلد، بيسافر بيركب ميكروباص ويسافر والفويس نوت شغال، يرجع يحس انه اتخنق، يعني يبقى عايز يغير جو طبعا، فبيروح اسكندريه الفويس نوت شغال، بيروح اسكندريه يعني يقعد على قهوه حموده شويه، يشرب له حجر، يعمل حاجه، بيخلص كل ده الفويس نوت لسه ما خلص، ولسه ما خلصش وانا بتكلم معاك اصلا الفويس نوت شغال، انا مشغله وفاتح بتكلم معاك شويه. فهسيب لكم الاكونت بتاعه، خشوا هكروه، اقفلوا له الاكونت عشان الفويسات اللي بيبعتها دي. دول صحابي، انا عايزك تحاول ان انت تقول الحمد لله دايما، لان دول صحابي، اكيد مش زي صحابك. جزاني وجزاك الله كل خير.